طبعا قبل ما تبدوا في في انكم تضربوا الدجاج وتخلوه طري، اليوم اللي قبله حاولوا انكم تحطوا الدجاج بكيس زي ذا الكيس مثلا، تحطوا فيه الدجاج وبعدين تحطوا فيه البهارات اللي تبغوا. تقدروا تحطوا بهارات البصل مطحون، بهارات الثوم كمان مطحون. حاولوا تبتعدوا طبعا عن الزيوت، وانا احط بهارات تكة. دجاج مشوي بس. طبعا اول ما تبغوا تخلوه يوم كامل، وبعدين بس بعد يوم تحطوه على اللوح هنا وتبدوا تضربوه بالمطرقة علشان تصير زي الورقة. شايفين كيف تصير نحيفه؟ لما صارت زي الورقة سهل تنهضم معاك. انت مثلا تحبه مرة طرية يصير اضرب اكثر. نقلب الجهة الثانية نفس الحركة. طبعا دحين زي ما انتم شايفين، شوفوا قديش نحف الدجاج، نحيفة مرة. وعلى طول بعد ما تضربوها تحطوها على النار. طبعا لازم تستنوا لين اللوحة تحمى وتحطوها. طبعا حتكون كبيرة هي بس بعد ما تحطوها بتصغر، وتخلوها 5 دقايق، وبعدين تقلبوها الجهة الثانية 5 دقايق، وبعدين دقيقتين. طبعا بعد ما تستوي معاك تخلص طبخة، تقطعها قطع صغيرة وتوزن في كل وجبة. مثلا الوجبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة توزن يمكن حول 170 ل180 جرام على حسب احتياج جسمك. طبعا شايفين انت كيف التقطيع صغير عشان تاكله وانت مرتاح. بعض الناس يكره الدجاج لانه ما ينهضم معاه بسرعة. طبعا زي ما انتم شايفين انا داخل تضخيم، ففي كل وجبة الوجبة الثانية والرابعة والخامسة 150 جرام رز. طبعا احتياج كل شخص يختلف عن الثاني. ومن ناحية الدجاج لما تطبخوه، طبعا الباقي لسه بيطبخ، وانا احب اعبي الكونتينر ذا كامل حق 3 ايام، يصير ما يحتاج اطبخ مرة ثانية، اخذ وعلى طول احط في الوجبة. بس قبل ما تحطه حاولوا انكم تصفروا ميزان هنا. تصفر وتشبك خربان. المهم تحطوا 170 ل 180. انا احب احط بروتين اقل في وجبة اللي فيها كارب، يعني مثلا 170 165. والوجبة اللي ما فيها كارب احط 180 بروتين. بس دحين 143. اوكي 167 كذا كويسة. طبعا 3 جرامات ما حتفرق. طبعا هذه الوجبة نحطها على جنب، ناخذ الوجبة اللي بعدها ونفس الموال 165 170. وجبات اللي ما فيها كارب 180. كذا انتهينا من طبخ الوجبات. طبعا الثلاثة البيض اللي شايفينها هنا حقت يوم واحد. الوجبة الأولى بتكون بيض وشوفان وبروتين. طبعا هذه الوجبة الثانية كارب 150 مع دجاج 168 اعتقد. هذا 180 كارب عفوا دجاج، وححط معاها سلطة. طبعا السلطة ما ححطها في الحافظة هنا في الكونتينر عشان لما احطه في الميكرويف ما تخرب. وهذه الوجبة الرابعة. طبعا هذا كمان حق اليوم اللي بعده نفس الكلام بالضبط. طبعا انا زي ما انتم شايفين حاط كاتشب وشطة بزيادة شوية، احب الصوصات. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو نوع الكاتشب 75%. السكر اقل، يعني كل ملعقة فيها جرام واحد سكر. في هذه الشطة جدا ممتازة. ترى كمان هذه الشطة يقولوا انها تساعد في حرق الدهون، اسمها السيراتشا، شوية حارة. طبعا هذا الكونتينر عشان مثلا في الصبح مع البيض احط شوية دجاج، او في الليل اذا كنت جعان ولا شيء زي كذا ازود وجبة زيادة، طبعا بدون كارب في الليل. بس وهي سير الله يحييكم.